الصمت المطبق كان هو العنوان الأبرز خلال الزيارة التفقدية لأرضية المركب الأميري مولاي عبد الله بالرباط، والتي تحولت بمناسبة مباراة كروز أزول المكسيكي وويسترن سيدني الأسترالي إلى بركة مائية. فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدا مصدوما من هول الكارثة يوم واحد على مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وكروز أزول. رئيس الجامعة الملكية وبمبادرة شخصية قام بكراء غطاء بلاستيكي من إنجلترا لتجفيف المياه وحماية العشب الطبيعي من الأمطار. أقل من 20 ملم كانت كافية لإغراق أرضية الملعب. كل المتدخلين في التنظيم رفضوا الإدلاء بتصريحات في الموضوع، وليست هذه المرة الأولى التي تعرف فيها الأمطار حقيقة الإصلاحات، حيث كانت أرضية الملعب الأميري تضررت قبل انطلاق الموندياليتو، وقللت اللجنة المنظمة حينها من تأثيرها. ويبدو أن حجم الضرر الذي لحق أرضية الملعب حتمت اللجوء إلى خيار نقل مباراة ريال مدريد وكروس أزول صوب مدينة مراكش، مع ما يتطلب ذلك من توفير إمكانيات لوجستيكية هامة، سيما وأن غرف الفنادق قد حجزت بأكملها، والتذاكر التي بيعت تشير إلى مكان المباراة بالرباط. وفي انتظار تحديد المسؤوليات مع ما يتطلب من حزم وصرامة، فالجهود متواصلة على قدم وساق لإصلاح ما يمكن إصلاحه. على أي وقع تغيير طارئ يعني في برمجة دور نصف النهائي نقل مباراة ريال مدريد وكروز أزول من ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط إلى ملعب مراكش الكبير. تغيير أكيد سيكون له تأثير على المستوى التنظيمي المحمودي. أكيد التذاكر ومكان الدخول يعني كيف غادي تتم، فأكيد أن الناس اللي شراو تذاكر واش غادي يتعوضوا في هذه التذاكر، يعني امور كلها يعني ارتجاليه في بعض الاحيان، ولكن ليس هناك حل اخر الا نقل المباراه الى مراكش على الاقل، اللي يعني اعطاء شيئا ما من المصداقيه لاصلاح ما يمكن اصلاحه. نعم، اصلاح ما يمكن اصلاحه، لان ملعب مراكش كان على الاقل النسخة الأولى تلعبت في مراكش وأكادير، كان كذلك علينا أن نلعب نفس الملعبين جاهزين 100%، مدينتين عندهم جميع مقومات تنظيم تظاهر على أعلى مستوى، مدينة مراكش ومدينة أكادير، وأعطوا الأفراح للشعب المغربي. فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا التغيير إلى مدينة لم تكن جاهزة، لم يكن جاهز الملعب فيها هو مركب؟ نعم سي العجلاني، تغيير مكان المباراة بالنسبة للفريقين اللي كانوا يعني مرينا أنهم يخوضوا المباراة